إذا كان الإنسان بين فترة وفترة يسمع المواعظ أو حرص في كل يوم على أن تكون عنده موعظة، فإن هذا من أعظم ما يعين على صلاح القلب، ولا يعطي لنفسه الأمان حتى ولو كان من العلماء، ولو كان من الصالحين الأخيار، فإنه لا يزهد في الموعظة. فكلنا يحتاج إلى من يعظه، وكلنا يحتاج إلى من يذكره. فالذي يعين على الثبات على الصلاح كثرة السماع للمواعظ والتأثر بما فيها. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله إله الأولين والآخرين وديان يوم الدين أن يصلح فساد قلوبنا صلاحا لا فساد بعده أبدا. اللهم ارحمنا رحمة تهدي بها قلوبنا، هداية لا نضل بعدها أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي ومحباتي من قناة عيشي حياتك مع أم علي. معادنا النهاردة مع فيديو تحفيزي كالعادة. في الأول كده اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عايزة أقول لكم أول حاجة، معلش بقى كده خلوني أرحب بكل حبايبي وإخواتي الجميلات اللي انضموا للقناة في الفترة الأخيرة آخر أسبوعين. ما شاء الله مشتركين كده، قريبين جدا لقلبي في الأسلوب وفي التفكير وفي كل حاجة، بيكتبوا لي تعليقات وكأنهم اخواتي فعلا. ربنا يبارك فيكم، وانضميتم للصحبة كلها، بقينا صحبة كبيرة، وإن شاء الله بإذن الله نوصل بالقناة ل100,000 في فترة قريبة. ويا أهلا بالدراسة، ويا أهلا بالنشاط، ويا أهلا بأيام النشاط. عايزة أقول لكم إن أيام الدراسة على قد ما فيها من مسؤوليات، وعلى قد ما فيها من صحيان بدري وزيادة مجهود علينا في خلال اليوم، ولكن بحس فيه نشاط كبير قوي. دايما أقول لكم النشاط بيجيب نشاط، والكسل بيجيب كسل، والنوم بيجيب نوم. ودي قاعدة في الحياة عن تجربة عملية، جربيها هتلاقي نفسك طول ما انت نشيطة بتلاقي نفسك بتنجزي إنجاز ورا إنجاز، وطول ما انت كسولة بتلاقي الكسل بيجيب كسل وتعب ووخم أكتر من اللازم بصراحة. عايزة أقول لكم طبعا إحنا داخلين على موسم الدراسة ويتبعه موسم الشتاء على طول. كل حاجة بقى، الدواليب من جوه، الدواخل، ستاير، كفرات، كل حاجة بقى من الحاجات دي ابدأي اغسليها ونضفيها، والدواخل والأدراج، وترتيب مكاتب الأولاد، وتجهيز الكتب بتاعتهم والمدارس، وكمان غسل الكوتشيات لو كوتشيات هيلبسوها عندهم قبل كده، وكمان لو جايبة جديد بس فيه غيار بقى، يعني هيغيروا في كذا كوتش أو كذا شوز أو حاجة عندهم، تقعدي تغسلي الحاجات دي كلها وتفرزيها لو حاجة عايزة تتظبط. كل الحاجات دي خدت مني مجهود جامد جدا جدا في الفترة دي، لأن طبعا معظمكم اللي متابعني عارفين إن أنا موظفة، فيعني يمكن التجهيزات للموظفة بتكون دبل كمان أو مضاعفة، علشان مش هيكون عندك وقت، هتبقي ما بين الوظيفة ما بين البيت والأولاد والحاجات دي. ربنا يعيننا جميعا، وما ننساش دايما التسابيح قبل ما بننام، سبحان الله وبحمده 33، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 34 مرة. حبيباتي الذكر ده فعلا بيديكي نشاط عجيب، تاني يوم بيخليكي تنجزي، يعني بتبقي جسمك كده حاسه ان هو شغال لوحده، في حاجه كده مشغلاكي يعني. فالحمد لله رب العالمين. كان في نقطه كده حبايبي عايزه اتكلم فيها بمناسبه دخول الدرس. طبعا انتوا شايفين قدامكم الترتيبات، كل واحد بقى يرتب دواليبه هدومه حاجات كده. مطلعين الخريفي على الوش على فكره، علشان ايه ده؟ طبعا حاجات كده عايزه تطلع يعني. بصوا يا بنات، احنا بصوا الحاجات اللي هي المفروض ان احنا نطلعها خريفي بنطلعها بقى على الوش، علشان الفتره اللي جايه مش نقعد نفرز تاني يعني. بصوا، احنا دلوقتي داخلين على موسم دراسة، تمام؟ اكبر حدث بقى بيكون في اول الدراسة اللانش بوكس. يعني معلش حبايبي اصحاب القنوات، زمايلي واصحابي وحبايبي اللي اكيد بيتابعوا قناتي، وانا برضو اكيد بدخل في قنواتهم وبتابعهم، يعني اتمنى ان احنا نقلل الاستعراض شوية بتاع اول الدراسة، اللي هو بقى بيبقى في عندنا همة كده في اول اسبوعين كده في اللانش بوكس، وان احنا نبدع بقى في اللانش بوكس. انا بفضل الله كل البنات اللي متابعيني من زمان، حتى قبل غلاء الاسعار وقبل ما الدنيا تبقى صعبة على الناس كلها، يعني انا دلوقتي ما بستثنيش اي فئة، كل الناس تعبانة وكل الناس بتعاني في بيوتها، يعني الغني قبل الفقير بقى مش عارف يعيش عيشته، والمتوسط بقى نزل لخط الفقر، حاجات كتيرة بقت تحصل. فمش عايزين نحمل نفسنا فوق طاقتنا كأصحاب قنوات، ان احنا نحاول علشان الفيديو يظهر بشكل حلو، فنقعد بقى نجيب اللانش بوكس شوية ونبدع ونظهر فيه وكده،
وفي نفس الوقت هيبقى عبء على المشاهد والمتابع نفسه، ان هو عايز يتمنى يوصل لكده بولاده ومش قادر. تمام. فخلي اللانش بوكس التقليدي العادي، جبنه، بيض، حاجات اللي هي العاديه اللي برضو والله العظيم انا دلوقتي بتكلم بقول بيض، وانا عارفه في ناس دلوقتي بتسمعني بتقول لي يا ريت يا ام علياء. انا يا بنات الفيديو اللي فات كنت جايبه المنظفات، بقالي فتره طويله جدا ما جبتش منظفات، فقلت هجيب المنظفات اللي انا جايباها هتقضيني فتره كبيره، يعني كبيره قوي، يعني ممكن استخدمها في حاجات كتيره، واستخدم من حاجه في حاجه واعمل خلطات منها، لاني صاحبه قناه ومحتويات تنظيف، فبستخدم الحاجات دي ولازم تنفعني في التصوير. لقيت تعليقات بتنتقد، وتعليقات احنا مش لاقيين اصلا، وتعليقات بتكلم في بند منظفات، فاهمه؟ فانا عارفه حاله الناس اللي من دول، فاتمنى من اصحابي وحبايبي اصحاب القنوات ان احنا نظهر المعقول واللي الناس تقدر عليه، واللي هو الطبيعي بتاعنا، ما تغليش في التصوير ولا تطلعي قوي علشان حتى الفيديو بتاعك بقى يظهر ويتشاف، وبعد كده يعني انتي جنيتي شويه ربح من الفيديو وكسرتي قلوب ناس كتير. ففاكرين يا بنات انا كنت عامله فيديو سنه 2018 من زمان خالص، والدنيا كانت سهله وبسيطه، والاسعار وكل حاجه كانت في متناول معظم الناس، وكنت عامله فيديو بعنوان لا للفشخره. فاكرين الفيديو ده؟ كنت بتكلم عن الاستعراض في الحاجات دي ملوش لازمه يعني. فيا رب يا رب ان شاء الله باذن الله نحاول كده ان احنا نبقى في مستوى الناس ونعبر عن الناس، ما نبقاش ان احنا نحاول علشان نستعرض في القنوات فنظهر حاجات تكسر قلوب الناس. يلا كده يا بنات نعمل كده خلطة كده عليها شوية شاور كده يدي ريحة حلوة للركنة. حط شوية بقى خل، حط شوية صابون مواعين، لو عندك اي اوكسجيل، اي حاجه بقى يا بنات تمشي، يعني انا مش هقعد اقولك هاتي حطي كذا على كذا عشان ايه ما نقعدش نخرب الميزانيه، اي حاجه هتنفع في الوضع ده. لو معاكي شويه بقى كربوناتو او بيكنج صودا يا بنات حطيه في الخلطه دي، فعلا بتنضف الركنيات وبتنضف السجاد لو عايزه تنضفيه تنظيف جاف، بترجعه جديد وزي الفل. وتحط الركنه بتاعتك كده تنشف تحت المروحه او سواء الانتريه يا بنات. الكربونات مع الخل فعلا بينضف، وبينضف لك في حاجات كتير قوي. حط بقى عليها شويه معطر، شويه شاور جيل، اي حاجه، فهيخلي الدنيا حلوه معاكي. وبقى الخشب برضو ممكن بنفس الخلطه برضو تاخدي منها شويه في بخاخه وتدوري على الخشب اللي في البيت وتنشفي بسرعه، يعني فوطه في ايديكي وبخاخه وتنشفي وتلمعي. وغسل الستاير برضو بعمله في الغسالة عادي خالص، بس على برنامج اسمه الملابس الحساسة. تمام. البريل يا بنات طبعا مش تبعنا خالص، ممكن يبقى جاي في التصوير في اي وقت من الاوقات، اما يكون فيديو من قبل كده، واما يكون الازازة فاضية وانا حاطة فيها. تمام. فانا يعني انا بستخدم اوكسي وبستخدم وفير الايام دي، وبستخدم فيبا، اي حاجه من الحاجات دي. وفير حلو قوي، العبوه بتاعته من 60 ل 75 على حسب المحل، 4 لتر. وفيبا بيبقى ب100. ايه تاني قلتلكوا؟ اوكسي يعني يعتبر غالي شويه. واحيانا بقى بستعوض عن كل ده، والله بجيب بالفرط، عارفين ان هو محلات المنظفات بتجيب اللتر فيه ب15 وفيه ب10، ده بجيبه بقى لما بكون مثلا عايزه اعمل حاجات كده تنظيفات يعني، فبجيب من الفرد. غسل الشبابيك طبعا مهم جدا علشان في بقى اتربه وحاجات، وبنشف على طول، وانا ما بخافش على الشبابيك بتاعت الناس بقى اللي بتخاف على الشبابيك بتاعتها وتقعد تقول لي هيبوظ ومش هيبوظ، ولا بيبوظ ولا بيجرى له حاجه، احنا على طول وبننشف كل حاجه بنعملها. انا مش بنقعه في الميه يعني، وانا ما برتاحش غير لما بعمل التنظيفات اللي في العميقه يا بنات، ان انا اعمل التنظيف بالطريقه دي. تمام. عايزة برضو أشكركم يعني على كل حبايبي اللي انضموا لقناة سفيرة السعادة مع أم علياء. القناة دي يا بنات يعني يمكن أقرب لقلبي من القناة دي بصراحة، لأن بحس إن أنا بقدم فيها الحاجة اللي أنا بحبها فعلا. يعني أنا لما دخلت اليوتيوب من سنة 2018 كنت داخلة اليوتيوب علشان أقدم محتوى ديني تربوي، أحكي للناس، أفضفض معاهم، أحسس الناس بمشاكلهم وأقرب منهم، وأشارك الناس أحداث يومهم، ونحاول نوصل لحلول في حياتنا تناسب يعني من منظور ديني وتربوي والحاجات ديت يعني. ولكن لما لقيت ان يعني المحتوى محتاج يلفت النظر اكتر، فدخلت من باب الروتينات اللي انتوا بتشوفوها دي، اللي انا مش قصدي ابدا ان انا استعرض بيتي. حبيبه قلبي اللي بعتلي رساله، يا رب يعني اقدر اخدها سكرين وابعتها لكم على الشاشه
علشان تقدروا برضو يعني تشاركوني الترجمة، لان في حاجات مش عارفة اترجمها، اللغة او اللهجة غريبة شوية، لا يعني بتنتقدني ان انا ما بغيرش وانا حاجات بقى كتير كده. وانا مش داخله من باب الاستعراض وان انا اوريك ولا انا اغير ولا انا هد وادي واجيب، انا داخله من باب منظور اللي انتوا شايفينه بقى في قناه سفيره السعاده ام علياء، ان انا داخله فعلا احكي معاكم ونقرب لبعض وحاجات تفيدنا، تدخلي تسمعي حاجه تفيدك من حد انت حابه تسمعيه وبتثقي فيه، مش اكتر ولا اقل يعني. فشكرا لكل البنات اللي انضموا لقناه سفيره السعاده مع ام علياء، وحطلك رابط الفيديو الاخير اللي انا عامله فيها في التعليق المثبت في الفيديو ده. لو لسه ما تعرفيش القناه اشتركي فيها وانضمي لينا وشوفي نزل فيها 4 5 فيديوهات ان شاء الله باذن الله يعجبوكي. وبالمناسبة برضو حابة في الفيديو ده يعني أنا أسمي في مجموعة كده في القناة في الفترة الأخيرة، عايزة أسميهم أصحاب سورة البقرة. ما شاء الله متابعين معايا في التعليقات ومتابعين من خلال الفيديوهات اللي نزلت عن التحفيز لقراءة سورة البقرة والاستمرار عليها. شكرا ليكم، شكرا لما بتقعدوا تحكوا لي ان انتوا اتغيرتوا وان انتوا فرحانين بالتغيير الجديد في حياتكم، وان انتوا بدأتوا فعلا تحافظوا على سورة البقرة اللي هو بيوصلك لحالة الرضا، او حالة ان انت تقدري تستحملي. لو انت عايشة في مصاعب الدنيا بتتحمليها، ولو انت مستنية فرج بتحسي الدنيا بتتفرج عليكي، والدنيا كده بيكون فيها انبساط كده في المعيشة وانبساط في النفسية وحاجات كتيرة اوي ان شاء الله بإذن الله بتلاحظيها بعد الاستمرار على قراءة سورة البقرة. يمكن برضو من اكتر التعليقات، انا مش قادرة اقرأها على جلسة واحدة، عادي اقرأيها من خلال يوم واحد، ممكن تقرأيها على خلال 3 ايام وتختميها في 3 ايام كبداية. يعني بصوا ما تصعبهاش على نفسك، يعني انا عندي قاعدة في حياتي: ما لم يدرك كله لا يترك كله، ده في اي قاعدة في حياتي. انا مش قادرة التزم بسورة البقرة اقعد اقرأها مرة واحدة، تقيلة عليا، حاسة نفسي بيضيق، حاسة بتخنق، حاسة مش لاقية وقت، حاجات كتيرة او اعذار كتيرة. عادي انا هقرأها، اول حاجة احاول ان انا اقرأها خلال يوم واحد، يعني ابدأ من بعد صلاة الفجر مثلا، اقسمها بعد الصلوات على بعد صلاة العشاء اكون ختمت سورة البقرة. طب ما قدرتش اوصل لكده برضو، حسيت بجهاد كده نفسه مش قادر قوي، اختميها على 3 ايام، قسمي سورة البقرة على 3 ايام، كل 3 ايام تختمي سورة البقرة. وافضل على كده يا ام علياء العمر كله؟ لا، حاولي ان انت بقى تبداي ترجعي تختميها في يوم واحد، وبعد كده خلاص بقت سهله اختمها على جلسه واحده. يعني انت تتدرجي لغايه ما توصلي انك تقرايها وانت قاعده. هي بتاخد يا بنات من الواحد ساعه ل10 قراءه، وممكن في ناس بتاخد منهم ساعه الا تلت قراءه كامله، وفي ناس نص ساعه وخمسه لو يقراها بالحد. فهي ان شاء الله باذن الله يسير على من يسرها الله عليه، وبسيطة من الاستمرار ومن الجهاد النفس ومن التعود. كل حاجة بتيجي بالتعود وبتبقى سهلة وبسيطة إن شاء الله بإذن الله. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. بالمناسبة يا بنات عايزة أقول لكم رأيي في الفوم ده اسمه الفوم الحجري، بيتباع بتشتري منه أشكال حسب ما أنت عايزة. يعني المكان ده عندي فيه رطوبة لأنه ظهر الحمام وراه على طول، فمهما أدهنه يروح راجع الرطوبة تانية، مهما تعالج الرطوبة بترجع تاني طالما وراها مصدر مية. للأسف بيبقى العيب بقى من السباكة نفسها، يعني تأسيس السباكة نفسه، تأسيس البيت بيبقى فيه حاجة كده في الحاجات يعني. المهم الفوم الحجري ده عملي جدا، حلو قوي على الحيط، بس فيه مشكلة لما بتيجي تشيليه بقى بيسيب مكانه أثر، فانت بقى هتحطيه اختاري نوع حلو وحاجة كويسة تفضل على طول على الحيط. بصراحة حلو جميل وبيتركب على الدهان عادي، وبتركب على السيراميك وعلى الدهان على كل حاجة يعني. بصي يا بنات برضو انا عايزة اكلمكم على حاجة مهمة، يمكن كنت عايزة اتكلم عليها في اول الفيديو ونسيت، يعني وما انسانيه الا الشيطان ان اذكرها، هي حاجة مهمة جدا عن الاستغفار. بصي يا بنات، في ناس كتير قوي بيسمعوا عن الاستغفار وعن فوائد الاستغفار وثمرات الاستغفار، وكلنا عارفينها: الرزق والبنين وانشراح الصدر ومغفرة سيئات وبصوا يعني الاستغفار ليه ثمرات كبيرة. بس الثمرات دي يا بنات بتيجي مش عشان انا رايحة استغفر عشان كذا، لا، ده انا رايحة اتأسف واعتذر واطلب المغفرة من الله علشان انا مذنبة، فانت بتعتذري، فانت بتستغفري فعلا. عارفة ان انت رايحة تطلبي من الله المغفرة؟ عارفة لما حد يكون انت مزعلاه ورايحة تقولي له سامحني وتطلبي السماح فعلا؟ فهو ده الاساس في الاستغفار، ان انا بطلب المغفرة، بس بندم على اللي انا عملته، بقول يا رب استغفرك انا غلطانة انا عملت كذا.
يا رب اغفر لي. انت شايله من دماغك الثمرات، هتلاقيها بتيجي بقى. هي الثمرات بقى بتيجي في الحاله دي، ان انت همك الاكبر انك تستغفري لله وتطلبي منه المغفره، لان الله عظيم، لان الله رحمن، الله غفور، الله جبار، الله باسمائه الحسنى. ما ينفعش ان انا اكون اذنبت في حق نفسي او حاجه عملتها الله عز وجل امرني بها وانا عملت عكسها، فانا بستغفر من كل ده. فهتلاقي بقى ثمرات الاستغفار بتجيلك لما تستغفري بالطريقه الصحيحه دي. كذلك يا بنات، أي ذكر من الأذكار ورد فيه ثمرات، ورد فيه فوائد كبيرة جدا بتعمليه أولا وأخيرا وثانيا وثالثا قربة لله عز وجل. هدفك وهمك من ده رضا الله، القربة إلى الله، عايزة ترضي ربنا، عايزة تقربي لربنا بس. لكن انت بتعملي علشان مصلحتك وهدف دنيوي، هو ده بقى الناس اللي بيرجعوا يقولك ده احنا عملنا بنستغفر بالألف مرة ومفيش حاجة حصلت في حياتنا، ده احنا مش عارفة بنصلي على النبي زي ما الناس بيقولوا بالصلاة على النبي بتعمل عليه الصلاة اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، ومفيش حاجة بتحصل. لان انت رايحة عارفة اللي هو هدفك ايه، لسانك اللي بيقول، مفيش استحضار قلب، مفيش خشوع، مفيش نية كده ان كل ده لله عز وجل وقربة لله عز وجل. فوقتها بقى لما تقعدي تقرأي سورة البقرة لله، الصلاة على النبي قربة لله وحبا في محمد صلى الله عليه وسلم، الاستغفار، انا مذنبة، ده انا بصي كل ذنوب من فوق لتحت، وتتذللي لله ان يغفر لك. وقتها انت ما تفكريش، ما تشيليش هم انا عايزة وعايزة وعايزة وعايزة، ما تشيليش الهم. الله اذا اعطى بلا حدود. الله، انت لما تنتظري عطاء الله اللي انت ما تعرفوش اللي هو العطاء الكبير، غير لما تقعدي تحددي لنفسك ده انا بستغفر علشان حاجة قد كده. يا ستي ده انت تستغفري وسيبيها لله عز وجل، شوفي بقى ربنا يفتحها عليكي بايه. فاهماني؟ انت الكسبانة، انت الكسبانة اللي يبقى همك رضا الله فقط. وهو ده السر اللي الناس بيقعدوا يقولوا استغفرنا ومش حصل لنا، قرأنا سورة البقرة ومش حصل لنا، صلينا على النبي ومش حصل لنا حاجة، علشان انت بيبقى هدفك وغرضك كله دنيوي، قلبك كله مليان بالدنيا وبس. حبيباتي، يمكن من أهم، يعني من قبل أهم تنظيفات الدراسة، همسة في ودن كل أخت وكل حبيبة وكل غالية في القناة، أرجوكي اوعي تأخري الصلاة علشان لخمة الدراسة، اوعي تأخري أذكارك علشان رحتي قاعدة تودي ولادك على المدرسة والحضانة وتجري جري جري. ده انت لو راكبة باص أو راكبة توك توك أو عربية بتوديهم المدارس، مخك لو مشغول بس خلي بس لسانك يقول أذكار الصباح والمساء، وخلي لسانك يساعد قلبك ان هو يستحضر الأذكار. اوعي تفوتي بركة الأذكار، بركة الورد القرآني، اوعي تأخري صلاتك بحجة ان انا مشغولة، بحجة ان انا بسرعة بجري وجمعت صلاتين على بعض، بحجة ان انا في الوظيفة، واصل احنا بنطلع من الوظيفة بصل متأخر واوصل البيت متأخر. اطلعي على وضوء وخدي معاكي مصلية خليها في مكان شغلك وصلي. الصلاة أولا أولا وأولا وأولا الصلاة. الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني الآية دي لو عملتيها منهج حياة هتحسي هو ده روتين حياتك. الصلاة والعبادة أولا، لأن ربنا مش خلقني علشان كده، ربنا الرزق بإيد الله، أنا بسعى بس بعمل الأول العبادات وبعدين بسعى على رزقي وهيجي، لأن ربنا هو الرزاق ذو القوة المتين. بصوا حبايبي، كان في حاجة عايزة أقولها لكم. عارفين حلقات البودكاست ده موجود في اليوتيوب في حاجات كتيرة قوي. أتمنى وانت بتغسلي المواعين، وانت قاعدة، وانت رايحة تنامي، أي وقت تسمعي كده حلقة من الحلقات دي، سواء كانت تربوية، سواء كانت في التنمية البشرية، سواء كانت دينية، في أي مجال من المجالات. وأنصحك في بودكاست 3 ساعات، حلقة كده 3 ساعات، اسمها فن إدارة العلاقات أو العلاقات أو رحب بالعداوات بتاعة ياسر الحزيمي. بصي يا بنات، الحلقة دي أتمنى إن انت تسمعيها، حتى لو هتسمعيها على مراحل، هتشوفك الدنيا صح، هتعرفك تتعاملي صح. معظم المشاكل البنات بيعرضوها عليا هنا، بحس ان بقى عايزه اقول لهم اسمعوا الحلقه دي، اسمعوا عشان تفهموا الدنيا صح، وتفهموا الناس صح، وتفهموا العلاقات صح، وتعرفوا تتعاملوا صح، وتفهموا الدنيا هي ايه. الدنيا دي انت لو عرفتي تتعاملتي مع الدنيا انها مش دار نعيم، انها دار ابتلاء، والله يمكن 3/4 مشاكلنا هتتحل.
ان الدنيا دي احنا مش جايين هنا للنعيم، احنا جايين هنا للابتلاء والاختبار، لنبلوكم ايكم احسن عملا، علشان رايحين بقى دار الخلود بقى ان شاء الله، يعني ان شاء الله تكون جنة، اللهم امين، انا واياكم اللهم امين يا رب العالمين. واما واعوذ بالله تكون نار. فاحنا كلنا لو اتعاملنا مع الدنيا انها دار ابتلاء، وان هي وليست دار نعيم، هنرتاح، مش هقعد بقى ادور على مشاكل اللي ما بتخلصش وحياتي اللي ملهاش حل وابتلائي مش معنى انا ابتليت في كده وفلان كده عنده كده. هو كل واحد ليه ابتلاء في نوع معين من الانواع، مفيش حد على وجه الارض من غير ابتلاء، وقسم بالله كل واحد ليه نوع من انواع الابتلاء. طب ليه انا ابتلائي في كذا وفلان ابتلاءه في كذا؟ ده اختيار الله عز وجل، ربنا هو اللي اختار ان يكون لك الابتلاء المعين ده، لانه هو ادرى بمكنون كل نفس. ربنا خلق كل نفس وعارف اللي جواها وايه اللي يناسبها من انواع الابتلاءات. وبرضه لازم تعرفي ان الرزق مش مال فقط، ورد عن كل الناس وكلنا كبشر الرزق، فنقول رزق يبقى مال على طول فلوس كده، لا، الرزق بيكون صحة، الرزق بيكون حب ناس، الرزق بيكون في عيالك، يكون نفسية كويسة، ممكن يبقى راحة بال، ممكن يبقى سكن مريح مش فخم على فكرة، يعني سكن بس مرتاحة فيه، ممكن يبقى طاعة، قرب من الله عز وجل، عقلية واعية وناضجة، صحبة صالحة، كل دي أنواع رزق. لو بصيتي في نفسك كده بعد الحلقة بتاعتي وقعدت تفكري أم علياء قالت إيه، قالت صحة وحب ناس وعيال، نفسية، راحة بال، صحبة صالحة، سكن مريح، ممكن طاعة لله، ممكن محافظة على قراءة القرآن، على أذكار، عقليتي ناضجة، بعرف أتكلم، بفهم الناس، ربنا منور بصيرتي، بقيم الليل، بصلي كل الفروض في وقتها، ربنا مقربني منه. دوري على حاجة من الحاجات دي، كل حاجة فيهم لوحدها رزق، ورزق كبير قوي. فمش تقعدي تبصي لجانب مظلم في حياتك وتروحي شادة الفيشة عن باقي حياتك كلها. حياتك هتلاقي فيها رزق كتير، مش لازم يكون فلوس بس، يعني مش الرزق اللي أنا عايزاه ومش الرزق اللي أنا محتاجاه، ممكن يبقى الرزق حاجة تانية موجودة فيكي وهي قمة الاحتياج، بس انت مش عارفة ان انت محتاجاها لانك مش افتقدتيها. فاهمة النقطة اللي عايزة اقولها لك دي؟ هتقولي لا ده انا كنت عايزة قوي اكتر من كذا، ما عشان انت متعودة على الحاجة دي في حياتك، بس لو افتقدتيها والعياذ بالله هتلاقي حياتك بقت يعني جحيم، لان ربنا زي ما بقولك هو اعلم بمكنون كل نفس. لغاية هنا حبيباتي ومحباتي خلص فيديو التنظيف العميق قبل الدراسة. اتمنى حبيبتي ان انت تكوني دعمت الفيديو بلايك كرما منك مش اكتر، والله يعني مش بقولك ان الفيديو واو ومبهر، ده على حسب ان انت شايفه الفيديو ايه، ولكن كرما منك ادعميني علشان القناه تكبر بيكم ان شاء الله ونوصل ل 100,000 قريب. واشتركي في قناه سفيره السعاده مع ام علياء، الرابط تحت في التعليق المثبت. دمتم في امان الله حبيباتي ومحباتي، وعام دراسي سعيد عليكم إن شاء الله بإذن الله، مصحوب بتقوى الله وبرضا الله عز وجل والاستعانة بالله عز وجل. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.